أسماء جلال هي ممثلة مصرية شابة لفتت الأنظار منذ أول ظهور لها. ولدت في 22 فبراير عام 1992، وبدأت مسيرتها الفنية سنة 2017 من خلال مسلسل لا تطفئ الشمس. ومنذ تلك اللحظة أثبتت حضورها وموهبتها في الدراما المصرية. قدمت أسماء جلال مجموعة من الأعمال الناجحة التي زادت من شهرتها، ومنها مسلسل الفتوة، وخلي بالك من زيزي، وأبو العروسة، وحرب أهلية. كما شاركت في عدة أعمال مميزة على المنصات الرقمية لتصبح من أبرز الوجوه الشابة في الساحة الفنية. تنتمي أسماء جلال للديانة الإسلامية، وتحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام، وحتى اليوم لم تعلن عن أي ارتباط رسمي، مؤكدة أنها تركز على عملها الفني وتطوير نفسها. من هو زوج أسماء جلال؟ آخر المعلومات المتوفرة بأن أسماء جلال غير متزوجة، ولم تعلن رسمياً عن دخولها في أي علاقة ارتباط أو خطوبة، وتحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيداً عن الإعلام. وقد أكدت في لقاءات سابقة أنها ترغب بالتركيز على مسيرتها الفنية فقط في الوقت الحالي،